عندي سؤال محيرني من أشهر، أبي يكلمني دقيقة واحدة تكفين، أنا حائرة وأتعذب أشد العذاب، واللي يرحم والديك يدق علي ولا أدق عليه. دقيقة واحدة، ثانية واحدة. ذهبت الأخت عند أخوها، يا فلان حرام عليك، البنت قاعدة تحترق من أشهر، كلمها. رفض الشاب، قالت كلمها اتق الله فيها لعل هدايتها تكون على يديك. يقول هذا الشاب لما قالت أختي هذا الكلمات قلت خلاص خليها تدق، والله أني قوي بالله، تدق علي في الساعة الفلانية. لما كلمت البنت أخته تلك الفتاة انجنت فرح، تنتظر ذاك الوقت. جاء ذاك الوقت أخذت جوالها، رنت على ذاك الشاب، ألو فلان، والله ما أبغى أكون معك علاقات ولا قدمت عندي ولا أخرت، لكن عندي سؤال محيرني من أشهر وأسألك بالله تجاوب عليه بكل صدق وصراحة. قال لها ما طلبت شيء، أبشري تفضلي. قالت أنا لما ناديتك في لحظة ضعف وانكسار عندي، وأنا تعرف إن هوايتي فقط استعراض في الشوارع، والله ما أخذ من أحد رقم ولا عندي علاقات محرمة، لكنك أتيتني في لحظة انكسار وأقول لك تعال مارس معي ما تريد، تركتني ورحت. أكيد سمعت عني أخبار ما هي حلوة، أكيد شفت فيها منظر ما هو زين. إذا بذاك الشاب ينظر لها وقال تريدين أن تعرفين السبب؟ قالت يا ليت. قال والله ما أقول لك إلا الحقيقة، عندما رأيتك والله أني انهزمت لشهوتي، ونسيت أني مطوع وصاحب لحية وثوب قصير، نسيت أني بروح الاستراحة ومطاوعة، انهزمت لهذه الشهوة، لكن مع ارتباك يشتغل مسجل، فسمعت قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول فزادتني هذه الآية إيماني إلى إيماني وثباتي إلى ثباتي. يقول ذاك الشاب أنا أرتل هذه الآية على تلك الفتاة، إذ بتلك الفتاة خلف السماعة تبكي بكاء الأطفال، تبكي بكاء مرير، ثم تقول لذاك الشاب أشهد الله ثم أشهدك أني تائبة إلى الله. أقلعت تلك الفتاة عن الذنوب والمعاصي، حسنت توبة تلك الفتاة، انضمت إلى دار نسائية في داخل حارتهم، بل والله الأعجب من ذلك أصبحت هي مدير تلك الدار، هي التي تصرف على تلك الدار، هي التي تبذل من مالها ومن خير الله الذي أعطاها على خدمة دين الله عز وجل. بعد أشهر 8 أشهر في استقامتها تتصل على ذاك الشاب، يا فلان يا فلان أنا عرفت السعادة والنور على يديك، أنا عرفت السعادة والنور على يديك يا فلان، والله ما أتزوج إلا أنت، أريد أن تتقدم لي زوجا على ما يرضي الله عز وجل. إذ بذاك الشاب يقول لها والله سيارة جدسن مصقعة وما في وظيفة ولا راتب ولا شقة، والله أنت تطلبين المستحيل، والله ما أستطيع على الزواج. إذ بتلك المؤمنة التقية النقية تقول الدنيا عندي والآخرة بإذن الله عندك، والله ما أتزوج إلا أنت. أقنعته، اقتنع ذاك الشاب، أقنع أبوه، ذهب هو والأب ليخطبون تلك الفتاة بعد أن رسموا مشوار طويل عريض ومراسيل للأم حتى وافقت الأسرة على أن يتم التوافق. يقول دخلت أنا وأبوي مع باب ذاك القصر، اسمعوا العجيب يا إخوان، يقول وأنا أسير في مع باب القصر، يقول إذ بدموعي تنزل أبكي، يقول يطالع فيه أبويا، يقول لي ليش تبكي؟ اليوم يوم فرح، اليوم تخرج بزوجة على ما يرضي الله، ليش تبكي؟ قال يا أبوي هذه القدمين يوم من الأيام كانت ستحملني إلى هذا القصر لأعصي الله، وها أنا اليوم يا أبوي أدخل بهذه القدمين من أجل أن أخرج بزوجة على ما يرضي الله. ما الذي تغير؟ الذي تغير الإيمان والتقوى والتوبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تزوج بتلك الفتاة، أصبح عنده سيارة كشخة آخر موديل، أصبح عنده شقة، أصبح ذاك الشاب خادما لدين الله، وتلك الفتاة همها رضا الله. الآن عندهم أبناء وبنات، والله لا زالوا ثابتين على دين الله، أسأل الله أن يثبتهم وأن يرزقهم الإخلاص في القول وفي العمل. شفت التوبة وش تعطي؟ شفت يا محروم التوبة وش تعطي؟ تعطيك هذه في الدنيا، طعم الدنيا، صح ولا لا؟ لكن بعضنا والله يا اخوان زي الأطفال مجانين. أنت عندك طفل عمره 2 لا 2 كثير، 1 و2 شهر، وفي يدك ورقة 500 وحلاوة مصاص، خلاص؟ ثم تنادي الطفل تقول تعال، عشان تعرف عقلك عقل رجل ولا عقل طفل. ثم جاء الطفل ووقف قدامك، فتحت يديك للطفل وأنت تبتسم تضحك له، ورقة 500 ها
وإيش حلاوة مصاص كم قيمتها؟ 4 بريال. عندكم غالي، عندنا والله 4 بريال، وحنا حرين في أسعارنا. خلاص 4 بريال. ايش يختار الطفل؟ ها؟ ايش يختار الطفل؟ 500. والله انا اقول زيها. لا لا جد، خلنا منطقيين، لا تدقر لي عاد. مشى 1.5 سنة يا جماعة، 1 وشهرين. انا جربتها مع بنتي، خلاص انا جربتها مع بنتي يا اخوان. حطيت حلاوة مصاص ورقة 500. يا بنتي 500 تجيب لك بقالة كلها حلويات. والله تجيب بقالة كلها حلاوة مصاص. ايش تختار؟ والله ما تختار الا هذه اللي ب4 ريال. ليش؟ لذة وقتية. تبغى اللذة الوقتية وانا اخوك، عادة سرية، شهوات، حشيش وكمخة وروحة وجية مع الشباب، هذه لذة وقتية وتفرط في الجنة. هذه اللذة بتنتهي زي الحلاوة المصاص. كم تاخذها؟ يمكن 10 دقائق، صح؟ والله لذة وقتية تنتهي يا الغالي، والله لذة وقتية تخلص، تروح تزول تنتهي تنقضي. لكن الجنة والله نعيم ما ينتهي، نعيم ما يزول. الراحة يا الغالي في الجنة. إذا نقدم مهر الجنة في الطاعة والعبادة. أسأل الله جل قدرته أن يوفقني وإياكم للطاعة، وأن يجعلني وإياكم من الطائعين. طيب أبشر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. أترككم مع محمد ثم أرجع لي أختم. خلاص والله طولنا عليكم، لكن أبشروا بالخير. ترى الليلة صباح يا شباب، اللي عنده شغل ولا مرتبط مع أحد يبلغهم انه ما عاد بجاي الا بعد الفجر. بس نبغى واحد يذكرنا قبل الفجر عشان نوتر بس. الله يوفقنا وياكم لكل خير. يا شباب، بعض الشباب يعزم على نفسه وهو يبغى يتوب ويبغى يستقيم ويبغى يترك الذنوب والمحرمات، لكنه يستحي من كلام الشباب له، او احد يقول له شيء او يستهزئ به.